يا صباح الفل. النهاردة بقى هنعمل مع بعض وصفة خفيفة وسريعة وجميلة جدا. هنعمل مع بعض النهاردة فطير بالسكر والكاستر. الوصفة المقربة إلى قلبي. هنعمله زي الجاهز بالظبط بس هنوفر فيه كمان أحلى وأطعم من اللي بنشتريها من بره. سهلة وبسيطة، في 5 دقايق هنكون محضرينها وهتعملي احلى فطير بالسكر والكاستر. لفة جلاش واحدة هتعمل لنا الجمال ده كله. بس في الاول نسمي الله ونصلي على رسول الله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. وتعالوا بقى نشوف احنا هنعمل ايه النهارده. في الاول كده عندي كوبايتين من اللبن، هضيف عليهم معلقتين كبار من الكاستر، وده كاستر فانيليا. هضيف عليهم معلقتين كبار من الكاستر، يعني كوبايتين اللبن دول هياخدوا معلقتين كبار من الكاستر. يعني لكل كوباية من اللبن معلقة كبيرة من الكاستر. وطبعا اللبن بتاعنا بارد. هقلب كل ده مع بعضه على البارد بالشكل ده. هقلب كل المكونات دي على البارد وبعد كده هاخدها ارفعها على النار مع التقليب المستمر. هقلبها بالشكل ده، مش هشيل ايدي منها خالص. وطبعا مش هضيف فانيليا لان الكاستر بتاعنا فيه فانيليا. هفضل اقلب في الكاستر لغاية لما يتقل معايا. بقلبه كده ليه؟ علشان ما يرجعش يكلكع مني. هقلبه تقليب مستمر بالشكل ده. هقلبه لغاية لما يتقل معايا خالص، وكده خلاص الكاستر تقل معانا اهو. واول ما الكاستر بتاعنا يعمل فقاقيع بالشكل ده هطفي عليه النار. وكده خلاص الكاستر بتاعي استوى. واحنا عملنا الكاستر بتاعنا النهارده من غير سكر، لكن انتي لو حابة تضيفي سكر طبعا ممكن تضيفي سكر حسب الرغبة. بس احنا مش هنضيف سكر لان الفطيرة بتاعتنا بالسكر. وبعد كده هجيب طبق وهنزل فيه بالكاستر بتاعنا، وهسيب الكاستر بتاعي على جنب لغاية لما يبرد معايا خالص خالص، لان انا عايزاه يكون بارد. مش هشتغل بيه سخن ولا دافي، لازم يكون بارد معايا وانا بشتغل بيه. وبعد كده باخده اغطيه واسيبه كده يبرد على جنب. وتعالوا بقى نشوف هنعمل ايه تاني. هنعمل الخلطة او التشريبة بتاعتنا اللي احنا هندهن بيها الجلاش. عندي هنا نص كوباية من السمنة السايحة، سمنة سايحة مش سمنة سخنة. وعندي هنا كمان علبة زبادي، وهستخدم كمان معلقة صغيرة من البيكنج باودر. هجيب بقى طبق عندي وهضيف بقى كل المكونات دي مع بعضها. هحط السمنة بتاعتي بالشكل ده، وهضيف عليها كده علبة الزبادي، اي نوع من انواع الزبادي المتوفر عندك حطيه. هضيف كده عليهم علبة الزبادي بالشكل ده، وهضيف عليهم كمان معلقة صغيرة من البيكنج باودر. ووظيفة البيكنج باودر معانا ان هو بيخلي الفطيرة بتاعتنا مورقة ومش مكتومة خالص، وبتبقى هشة ومش مكتومة معانا. هضيف معلقة صغيرة كده من البيكنج باودر، وهبتدي ان انا اقلب بالشكل ده. هقلب الخليط ده كويس جدا جدا لغاية لما كله يندمج مع بعضه، السمنة مع الزبادي ومع البيكنج باودر، لغاية لما يبقى شكله كده. وتعالوا بقى نجيب بقى الجلاش بتاعنا ونشوف هنعمل فيه ايه. هجيب عندي هنا لفة من الجلاش وهفرد كده معاكم كده لفة الجلاش بالشكل ده، علشان اعرف انظمها كده معايا واعرف انا هشتغل فيها ازاي. وعندي هنا الصينية بتاعتي، انا مش هدهنها من التشريبة او الخلطة اللي انا عملتها. انا هدهنها سمنة بالشكل ده. هحط كده حتة سمنة وهدهنها دهنة حلوة كده زي ما انتم شايفين. وبعد كده هجيب اول ورقة من الجلاش، هحط نص الورقة جوه الصينية والنص التاني بره بالشكل ده. وهعمل قصادها برضو نفس الطريقة، نص الورقة جوه ونص التاني بره الصينية. هعمل كده 4 ورقات داير ما يدور الصينية بالشكل ده زي ما انتم شايفين. وبعد كده هجيب الخلطة اللي انا عاملاها وهبتدي ان انا ادهن الجلاش بالشكل ده. هدهنه كده بالراحة خالص بالفرشة بتاعتي، وهرفع الجلاش بالراحة خالص، وهبتدي ان انا ادهن تحته زي ما انتم شايفين كده. سهلة خالص وبسيطة. وبعد كده بجيب ورقة كده بتنيها 2 وبحطها بالشكل ده، وهدهنها برضو بالخلطة اللي احنا عملناها. وهجيب برضو ورقة اتنيها 2 واحطها قصادها بنفس الطريقة وهدهنها برضو. يعني بين كل طبقة وطبقة من الجلاش هدهنها دهنة من الخلطة اللي احنا عملناها كده النهاردة. وهنا خلاص الكاستر بتاعنا برد اهو. خلاص كده هبتدي ان انا انزل بالكاستر على الجلاش بالشكل ده وهفرده كويس كده. وطبعا زي ما قلتلك الكاستر بتاعنا لازم يكون بارد، ما ينفعش يكون سخن ولا دافي حتى، لازم يكون بارد. فردت الكاستر بالشكل ده. وطبعا في الوقت ده ممكن تديه رشة صغيرة كده من السكر البودر لو بتحب الفطير بتاعك يكون مسكر كده شوية. وطبعا انا لميت كل الجلاش المكسر اللي في لفة الجلاش عندي وحطيتها في النص كده
الجلاش المتكسر ما بيترميش يا جماعة، انا بلمه كده وبحطه في وسط الفطيرة بتاعتي. ما تقلقيش خالص، هتجيبي كده الحتت الصغيرة كده وحطيها جنب بعضها ومش هيبان معاكي خالص. وهدهن برضو بالخلطة بتاعتنا، وبعد كده هلم الاطراف اللي انا مخرجاها بره الصينية، وكل ما الم طرف كده بدهنه دهنة كده من الخلطة. بلم الاطراف اللي انا مخرجاها بره الصينية بالشكل ده زي ما انتم شايفين. وانا مخرجة اطراف الجلاش كده علشان تحافظ على الكاستر ما يخرجش بره الصينية كده ويتحروق معايا كده وانا بشتغل. لميت كل الاطراف بالشكل ده وكل طبقة كده من الخلطة بالشكل ده زي ما انتم شايفين. اهم حاجة بين كل طبقة وطبقة بديها دهنة كده من التشريبة اللي احنا عملناها، اللي هي السمنة والزبادي والبيكنج باودر، بديها دهنة خفيفة كده بالشكل ده زي ما انتم شايفين. وفي الاخر كده هجيب ورقتين كده من الجلاش واحطهم على وش الصينية كده بالشكل ده، وهلم بيهم الجلاش من تحت. هدخل الورقتين تحت الجلاش والم بيهم الصينية علشان وش الصينية بتاعتي يكون شكله حلو كده ومتساوي معايا. سويت وش الصينية بالشكل ده ودخلت الأطراف تحت الجلاش، وهنزل بقى بباقي الخليط اللي معانا وهديها دهنة حلوة كده على الوش. التسوية بقى هدخله بقى على فرن متسخن مسبقا على درجة حرارة 190 درجة على الرف التاني من تحت. وأول ما الجلاش بتاعنا يتحمر كده من الجوانب هشغله الشواية 5 دقايق يتحمر وبعدين يخرج من الفرن. وكده خلاص خرجنا الفطيرة بتاعتنا من الفرن، بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي على الجمال ده كله. خرجنا الفطيرة كده من الفرن، هجيب بقى السكينة بتاعتي وهقطعها بالشكل ده. وعندي هنا كوباية من اللبن الدافي، هجيبها كده وهبتدي ان انا اسقي بيها الفطيرة. هجيب كده بالمعلقة وابتدي ان انا اوزعها. هبتدي ان انا اوزع اللبن على الفطيرة بالشكل ده. اللبن بتاعنا دافي والفطيرة سخنة لسه مخرجينها من الفرن. وبعد كده هديها رشة كده من السكر البودر، وهرجع انزل باللبن تاني، وهرجع اديها رشة كده كمان من السكر البودر. سهلة جدا وبسيطة ومش هتاخد منك لا وقت ولا مجهود، احلى واجمل فطيرة سخنة هتاكليها كده ما هتاخدش منك تحضير ربع ساعة. وكده خلاص الفطيرة بتاعتنا جاهزة انها تتاكل. عايزة بقى تحطي بقى عليها مكسرات حطي بقى زي ما تحبي خالص، ولو مش حابة تحط عليها مكسرات هي كده الفطيرة بتاعتك تمام التمام. عندي هنا شوية فول سوداني على زبيب على شوية جوز هند كده، هوزعهم كده على وش الفطيرة بالشكل ده عشان تبقى زيها زي الجاهزة بالظبط. بجد لو جيتي تجيبي الفطيرة دي من بره هتكلفك كتير وهتبقى غالية عليكي، لكن انت لو عملتيها في البيت مش هتكلفك كتير، بالعكس هتكون احلى واجمل كمان. ده كفايه بس انها تكون طازه وكمان بايديك الحلوه وتبقى سخنه كده، تاكليها كده وهي معموله سخنه كده وطازه، تحفه 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 يا جماعه. الفطيره بتاعت النهارده دي لو انا قعدت اعملها كل يوم مش هزهق منها يا جماعه من جمالها. بجد جميله جدا وكلنا هنا بنحبها وبنموت فيها. اعمليها وجربيها وهتدعيلي ان شاء الله. وانا كده خلاص خلصت وصف النهارده، يا رب يا رب وصف النهارده والفطيره بتاعت النهارده تكون عجبتكم. ما تنسوش بقى تشتركوا عندي في القناه، اللي لسه مشتركش يدخل بسرعه بسرعه عشان يشترك، وفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد انا بنزله. واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.